بص يا سيدي، حلقه النهارده من الحلقات مش عايزك تعمل لايك ولا اشتراك. بص انا جاي ادردش معاك، حتى مش عارف الحلقه دي هتنتهي امتى، بعد كام دقيقه، بعد كام ثانيه، مش عارف. ممكن يكون النهارده مش عارف هبدا منين ولا اتكلم اقول ايه، حتى مش معايا كشكول محضر فيه ولا اي حاجه. لكن النهارده انا جاي بمنتهى التلقائيه اتكلم في قصه رحيل احمد السيد زيزو عن الزمالك. بص يا سيدي، عارف احسن حاجه في موضوع انتقال زيزو الاهلي ايه؟ ان ده يثبت لك ان الاهلي مش قوي، الاهلي مش قوي، الزمالك هو اللي ضعيف. تقول لي ليه؟ اقول لك بص يا سيدي، مشكله تيجي عليها من زمان ان واحد واثنين وثلاثه واربعه تدخلوا، وترجع تقول اصل الاهلي بياخد منك لعيبه. ليه؟ ما انت اللي ضعيف. انا قلت لك قبل كده الاهلي مش قوي على قد ما الزمالك ضعيف. الاهلي فارض سيطرته على شويه ضعفاء اللي من ضمنهم نادي الزمالك. سيبك بقى من الكلام ده، يعني سيبك بقى من ان احنا الزمالك وما تعيش على التاريخ، لازم تعيش في النهارده. ليه؟ انت النهارده المفروض تطلع تقول والله رفض احمد السيد زيزو التجديد للزمالك، اطلع ودع للجمهور، ما تطلعش خيبه انا عاوز اعلق حتى على كلام ميدو امبارح، تلاقي بالك احنا معانا شيكات مفتوحه عشان خاطر نجيب اللعيبه اللي احنا عايزينها. كنت فين يا كابتن ميدو؟ كنت فين في انتقال اشرف بن شرقي الاهلي؟ سيبك من الاهلي بقى، كنت فين انتقال اشرف بن شرقي ما جاش الزمالك؟ كنت فين انت من رحيل لعيبه الزمالك كلهم؟ كنت فين انت النهارده وانت مش عارف تجدد لمحمد السيد الناشئ؟ هتطلع تقول لي ده كلام واعلام؟ طب اهو فين قصه زيزو النهارده؟ انت فين؟ مش موجود. لا عارف تخلص مع اللاعب ولا عارف تقعد معاه، وابوه مصر على انتقاله للاهلي بسبب موضوع عموله او مش موضوع عموله. ده الغريب واللي يخليك تتضايق وتفتكر حاجات، يعني انت عايشين في ميه المخلل. ليه؟ كان ده مصر كله عشان تبقى عارف. ابوه والناس طالعه الاعلاميين كبار يقول لك اصل ابوه منزعج وزعلان ومتضايق. طب ليه؟ عشان تسريب الجلسات اللي هي ايه؟ ان انا عاوز عموله وبتاع، وازاي الارقام تتسرب. يعني ابنك احسن من نيمار، ابنك احسن من امبابي، ابنك احسن من ميسي. الناس كلها عارفه راح فين وبكام وعموله قد ايه. انت احسن من امبابي؟ حاجه غريبه الشكل والله. فجمهور الزمالك الكيوت اللي انا قعدت اقول له ما تدعمش في ده وما تدعمش في ده وما تطبلش لده وما تهيصش لده، لا، انا بنطبل لاي حد. اي حد نفسي يقول انا زملكاوي نطبل له، اي حد يقول لك انا نفسي بس نطبل له. مصطفى شلبي مش عارف يمسك كوره يدعموه، عمر جابر لسه يا جدعان بيحاول يصحح من اخطائه وعنده كام مدرسين يدعموه، عندك دونج عمال يهجس يدعموه، واحنا ايه وهم الناحيه الثانيه ايه؟ اللاعب اللي بيغلط بيسلخ امه، اقسم بالله بدون ذكر اسماء بقى عشان الفيديو ده ممكن ينحظر. فانت النهارده بتبين للعالم كله ضعفك. انت نادي ضعيف، احنا نادي تصريحات، احنا اقوى جمهور على السوشيال ميديا في الكلام، منقسمين. هم عاملين مش عايز اقول لك لفظ وحش، لكن تقول لهم يمين هي يمين، هم لاغيين عقولهم. احنا بندور على الطريق اللي بيكسب بطولات بس. انا واحد من صحابي يعني راجل كبير يقول لك انا ماليش دعوه خد كام عمل كام، اهم حاجه عندي ده اللي بيكسب. هو بيشجع الفريق عشان يكسب، هو بيشجع الفريق عشان بيكسب مش عشان يكسب، هو عشان بيرجع عشان بيكسب. فمستحيل يسيبه طالما هو بيكسب. فهو الناحيه الثانيه بيعملوا اي حاجه عشان الاهلي يكسب. انت الناحيه الثانيه بتعمل ايه؟ عايش على موال احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب مش بنشجعه عشان بيكسب. بس ايه فعلا. فجمهور الزمالك الكيوت، بص على كلام بشرب دم اهلاوي، بشرب دم اهلاوي. موضوع بقى في غايه يعني بقى في غايه الزعل. حتى النهارده انا مش عارف حتى اللي انا عملته ان انا اشتريت ستينج مقاطعه ولا والله ما بقيت عارف اي حاجه. فانت النهارده يا باشا انت فين؟ انت موجود فين؟ السوشيال ميديا الزمالك كلها مقسومه، الناس يقول لك اه ده زيزو غلطان، وناس تقول لك زيزو معاه الحق والاداره غلطانه. لكن تسالني عن رايي هقول لك بمنتهى الوضوح، واللي يزعل يخبط دماغه في 30 حيطه. بص يا سيدي، اللاعب ماشي بمبدا زي ما قلت لك قبل كده بلدي كده فلاحي، المثل ده يا تحلبي يكسر ارضك. بمعنى ايه؟ انا عاوز 80 مليون يا مش مجدد، والناحيه الثانيه انا بموت في تراب الزمالك. يعني ايه؟ يعني اديني اللي انا عاوزه عشان اقول لكم ان انا زملكاوي وعشل تراب الزمالك. يا باشا قلت لك من اول يوم اطلع قول رفض التجديد، اطلع صدر اللاعب للجمهور ومالكش دعوه كتر خيرك على كده. بص انت كده عملت الواجب وزي، لكن انت النهارده عملت ايه للزمالك؟ ضفت ايه للزمالك؟ مجلس اداره الكابتن حسين لبيب ماشي ورا واحد عشان بيديله فلوس وخزنه، لكن احنا فين؟ مش موجود. اعلى حاجه فينا التصريحات، يطلع يقول والله العظيم ثلاثه احنا معانا شيكات مفتوحه نمضي لعيبه الاهلي. طب ما تجيب لعيب. كنتوا فين؟ كابتن ميدو كنت فين؟ انت نفسك كنت بتناقض اصلا الزمالك. طب النهارده عشان بقيت جوه فبقيت الله انا معاكم ونقدر نجيب. جديش محمد السيد ليه؟ فين احمد الجفاي اللي بقاله 30 سنه مصاب؟ فين صفقاتك؟ فين مهاجمين؟ ده الاهلي
اللي يعتبر سكواده مليان داخل النهارده ياخد النجم بتاعك من قلبك، وبيجيب عايز يجيب محمد السيد، وبيفكر يجيب مش عارف مصطفى محمد، وبيعمل ايه يعني الدنيا بحالها، عارف الاهلي بيفكر فين، انت فين؟ انت مش موجود ليه؟ معكش فلوس. فما تطلعش تفتح صدرك وتقول انا البابا ومعايا شيكات واعمل واسوي، فين؟ مش موجوده. ده هو وكابتن حازم ما في التخطيط بيقولوا ازاي يا كابتن حازم والله وحشتنا ومش ايه يا عم؟ في ايه؟ ما بيشوفش بعض، ما بيحلوا المشكله ازاي؟ وواحد الناحيه الثانيه اعتبر وكيل لاعبين، ما تعتبروش ابوه خالص وشيلوا بره الصوره، واعتبر وكيل لاعبين ماسكوا غاسلكوا شطف وكل حاجه، كل حاجه عادي خالص، وانتوا ولا الهوا ولا انتوا موجودين. لو انت جامد وقول معايا الشيكات، طب ما تدفع فلوس باتشيكو وشيل ايقاف القيد اللي جاي لك، ما هو كده ليه فلوس. هتعملوا ايه في النهايه؟ احنا بقى ايه؟ بكره هتلاقي جمهور الزمالك الشايط في اللعيب بعد ايه؟ بعد ما اصبح لاعب مش ليك، الله اعلم هو مضى ولا مضاش، بس الناس من تاكيداتها وي وي وي. وانا قلتها لك في الحلقه اللي قبل اللي فات، اللي معاه فلوس هيخلص، وقلت لك ان في جلسه البهوات ما يعرفوش يعملوا الجلسه، محدش فيهم عاوز ياخد عربيته الكريمه ويروح لحد بيته يتكلم يتفق يمضي عقود، لا لازم يجي زيزو وابو زيزو وخالد زيزو، مع احترامي يعني مش اسفاف والله ولا حاجه ولا غلط، او يعني يجي زيزو وابوه ويروحوا لفيلا المهندس مش عارف فلان الفلاني ونقعدوا نتكلموا ايه وما يتفقوش في الاخر. طب ما تروح اتحركوا. انا مش بقول لك كده، انا بقول لك، انا قلت لك وخش شوف فيديوهاتي، اتمنى عدم تجديد زيرو للزمالك، لان ما عندكش المقدره الماليه اللي هتدفع له فلوسه بعد كده. النهارده سيف زاهر طلع واتكلم وقال لك انا شفت اعلانات لزيزو او حاجه زي كده، فالاهلي النهارده بيحاول يجيب فلوس زيزو عن طريق الاعلانات، لانه عنده سيستم 25 مليون 30 مليون وفلوس تانيه من بره ان شاء الله توصل 100 مليون عادي خالص. ابو قال لك عاوز 25 مليون، قال له اخد 27. اهم حاجه ان احنا بيضحك علينا. واحد زي ما قلت لك وكيل لعيبه اللي هو ابوه يقول لك لا انا مع ابني زي ابراهيم فاهم قال الناس تبقى تحسب له الساعه كام. هو ايه يا باشا؟ ما معروف ميسي بياخد كام وكريستيانو بياخد كام والحملات الاعلانيه بكام، ده البوست على الفيسبوك او تويتر او الانستجرام معروف بياخد عليه كام. انت حياتك مشاعر للجميع لانك راجل مشهور، راجل لعيب كوره، الناس كلها عايزه تعرف انت بتاخد كام، الناس عايزه تعرف الممثلين بياخدوا كام، ده حاجه طبيعيه في جميع الالعاب، ايه المشكله؟ لكن احنا ناس نقعدهم ندعمهم نيجوا في الاخر بقى لنا سنه وشويه مش عارفين يجددوا اللاعب، والنهارده لاعب لسه ناشئ بيتمرن عليك ليه؟ قول لي ليه بس، قول لي ليه؟ زي ما قلت لك في اكتر من فيديو، انت دلوقتي لو انا اهو كهونز بنعرض عليه اهلي والزمالك، حتى راجل زملكاوي حتى النخاع، هبص اشوف سكواد ازاي في مين. انا قلت لك مين اللاعب السوبر ستار اللي موجود في قائمه نادي الزمالك تقول الله اللاعب ده هيضيف جديد لنادي الزمالك؟ مش هتلاقي. ما عندكش لعيبه اللي تشيل تقول تخلي اي لاعب ينجذب انه يلعب في فريقك. عيش على بطولات الماضي، وعيش ان احنا الزمالك وانظلمنا في القضيه ال20 القرن ال20 وافلام، احنا عايشين افلام. هما الناحيه الثانيه عمالين يا راجل ده عايزين يطلعوا على قانون اللي هيعملوا رئاسه الوزراء بسبب بند ال8 سنوات، وانت ولا انت هنا. الدنيا بحالها طبلت لهم في موضوع ال3 نقط وانت ولا انت هنا. فين؟ احنا نايمين. كابتن حسين لبيب طلع عليه بالسجاير في الماتش الماضي بالظبط، ميدو معاه السجاره الامريكان، بس ده اللي احنا فاهمين فيه. نطلعوا نكلموا والله ونقول اصل وي 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 وخلاص الموضوع انتهى. فانتوا ناس اترشحتوا ليه؟ عملتوا يطلع ناس عماله تهجص وتزعل وتعمل وتزعق ويطلع مشاهدات وانت تقول الحقيقه ما انتش حدش بيتفرج عليك. هي دي الكوره، هي دي كل حاجه في الرياضه. اللي ينافي يظهر، اللي يقول الحقيقه ما حدش بيتفرج عليه. وبعدين وفي النهايه ما تقلقش، ما هو طالما كريم رمزي ولجانه ولجان جيم وابراهيم فايق ومش عارف مين ضيوف ابراهيم فايق وناس محترمه يعني لها احترام وتقدير طبعا، بياكدوا ده ان في حاجه حصلت، ده ان في اختراق للصفقه ساكن من مضى ولا ما مضاش بقى، ده ان الاهلي داخل جواك يبقى انت ضعيف. فهو ما يجي يقول لك انا قوي، صدقه قوي، هو قوي عليك انت على الاقل، هو قوي عشان عرف ازاي يضحك عليك فيغفلك. فانت النهارده بقول لك الاهلي داخل على كاس العالم للانديه معروف عايز يجيب مين ومين، ومن قبلها بيخلص جاب حمدي فتحي وجاب تريزيجيه واشرف بن شرقي وبيحاول ساكن انه مش هيعمل حاجه في كاس العالم للانديه، بس على الاقل خالص بيسعى. انت عملت ايه؟
ضفت ايه لنادي الزمالك بمنصبك؟ ولا انت كرئيس نادي ولا حتى اي حاجه؟ ده احنا مدير الكوره هيتخانق مع الجماهير. مدير الكوره بدل ما يسمع الشتيمه ويسكت ويعدي الموقف، لا بيتخانق معاه ويشتموا بعض عادي. هتقول لي طب الاهلي يا عم ماليش دعوه بالاهلي، انا ماليش دعوه بقصه الاهلي. هتقول لي طب انت بتقارنه دلوقتي؟ يا عم انا بقارنه في الحاجه الكويسه وقارنك انت في الوحش عشان انت ما عندكش حاجه كويسه. ايه اللي عمله مجلس اداره حسين لبيب من ساعه ما مسك النهارده؟ قعدنا ندعم ويه ومعلش وقفوا يا جدعان، وناس صغيره من المجلس نعمل وناس مش عارف ايه. في النهايه ولا شيء. وما تعملش حاجه، خليكوا قاعدين على الكراسي. ان احنا نقدر يطلبونا نشجعه الزمالك وهو كده وهو ضعيف، هو ده كل حاجه جايه عليه. ليه؟ انت مش عاوز تغير من نفسك، انت عاوز تبقى اي حد يدوس عليك، مش عاوز تجيب لعيبه تشيل نادي الزمالك. فهو ده الوضع الطبيعي لتفكيرك ده، هو ده اللي بيحصل، هو ده الطبيعي، ده اللي انت فيه. فده وضعك وحجمك، ده اللي انت عايش فيه، ده حجمك، ما تزعلش منه. انا والله العظيم لو عليا نفسي اكون واحد مشهور، سيبك بقى من الفلوس والمشاهدات، انا عايز عشان اسمع كلامي الناس شويه دماغها تعقل شويه. سيبك من ده بقى ومن ده، انت المفروض تهيج او مش عايز اللفظ ده، تقوم وتزعق على اللاعب نفسه وعلى مجلس ادارتك واقول مجلس ادارتك. لكن احنا لما هو بعد كده يمشي يقول لك والله ده كانت غلطه عمري وانا زعلان الله، ويطلع عادي خالص. وحصلت كتير، يطلع لاعب يقول لك مؤمن زكريا الله يشفيه، انا يطلع الناحيه الثانيه يروح ياخدوا منك عادي. كهربا كان هو ما بيهموش، مش فارق معاه كلمه مبادئ عندهم دي، كل سنه وانت طيب سيبك منها، هي بس حاجه كده منظر. اهم حاجه مصلحه الاهلي ثم مصلحه الاهلي ثم مصلحه. انا قلت لك لو عندهم مين وما اداش اداء بيفرموه، ما بيهمهمش، لا اهم حاجه اكسب. هو استغفر الله مش عايز لفظ وحش، هو بيعشق الفوز وعايز يكسب بس، ده هيكسبنا هاته. وانا قلت لك قد كده ماليش دعوه انت جايبه بكام، دي قصتك انت، ليه دعوه في الملعب، سيبهولي بقى. كجمهور انت اعمل اللي عليك وهات لاعب كويس خليه ما يديش ولا هفرم لك امه. لكن ده ما بيحصلش، احنا عايشين ندعم بس وابن الكيان واللي يعيط عشان خاطر ازيك دي بقت ايه يا جدع، ده بلال علام عشان ما عجبهمش مشوه. انت فاهم؟ انت تعمل ايه؟ مين المذيع القوي؟ مين المذيع القوي على قناه نادي الزمالك زي الكابتن احمد شوبير مثلا، اللي انا ما بعترفش بيه بصراحه بسبب انه اهم حاجه يطبل الاهلي. مين في نادي الزمالك عنده برنامج قوي كده كسر الدنيا؟ لا احنا ايام من المستشار مرتضى منصور، عبد الشافي صادق، ومش عارف مين صبحي عبد السلام، كلام كده مع غريب. مش حد بعد كان برنامجك يعتبر قوي بخالد الغندور اللي اصلا كان قوي عشان مش عايز اقول لك ان مرتضى منصور، لفظ وحش والله. في النهايه انا كان نفسي اتكلم كتير وانا ما اعرفش والله الفيديو كام دقيقه ولا هيصفصف على كام، لكن زي ما قلت لك المشكله فينا احنا مش في الاهلي. هتقول لي اصل الاهلي بيخطفك وبيعمل حقه، هو شايفك ضعيف لازم يدوس عليك، هي دي الكوره، هي دي الكوره. شوف الناحيه الثانيه بقى مونيخ لما كان بياخد اي لعيب من بوسيا، خد يا باشا اتفضل، هو فين ولا فين؟ هل الجماهير سبب بوسيا؟ لا احنا طول عمرنا نشجع الزمالك، لكن انا كان نفسي نبقى الاحسن. لكن هيفضل الزمالك كما هو عليه والاهلي كما هو عليه، وهتفضل الكوره ماشيه كده على طول عشان تبقى عارف، لحد ما يجي لك منقذ راجل عنده دم، بس مش عنده فلوس، هو عنده دم يخاف على الزمالك. لكن احنا اهم حاجه اللعيب الفلان هنكسب منه وراه كام؟ 2 3 4 مش هنكسب نجم النجوم يلا ورا روح يا عم ميدو حل صفقه كونراد مش لاك. تمام؟ ما تدعمش لاعب عنده 40 سنه ما بيقدمش كوره، لكن ادعم اللي عنده 40 سنه وبيقدم كوره. انت عارف انا بتكلم على مين ولا مين؟ لو قلت لك دلوقتي الشيكابالا هتطلع الدنيا حاجه تشتمني، ما عملش حاجه ازاي بقاله سنتين. لكن اللاعب اللي قده اكبر منه بيكسر لك الدنيا في موسم انت النهارده مش عارف تعوضه لما يعتزل. يا عم اقفل والله يا زيد، سلام.